السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن مصاريف جامعة سفنكس لعام 2025-2026، الكليات المتاحة في جامعة سفنكس، وأخدكم جولة في الجامعة كده تتفرجوا على شكل الجامعة ومكان الجامعة فين وبنركب إيه عشان نروح الجامعة من أول محطة أسيوط الجديدة. تمام تمام. أول حاجة عندك جامعة سفنكس، هي جامعة في صعيد مصر موجودة في أسيوط، في بالأخص أسيوط الجديدة. عندك كام كلية؟ عندك كلية طب الأسنان، كلية صيدلة، علاج طبيعي، طب بيطري، تمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، كلية هندسة، وكلية الحاسبات. تمام تمام. هنتناقش في كل كلية وأسعارها إيه. عندك هي أول كلية عندك كلية طب الأسنان ب120,000 جنيه. كلية صيدلة فارم 78,000 جنيه. كلينيكال 89,000 جنيه. كلية العلاج الطبيعي ب77,000 جنيه. كلية الطب البيطري ب55,000 جنيه. كلية التمريض 47,000 جنيه. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أرخص كلية في الجامعة ب46,000 جنيه. كلية الهندسة 47,000 جنيه. كلية الذكاء الاصطناعي ب55,000 جنيه. بص يا باشا، الكليات دي كل كليه بتزيد عن السنه يعني السنه دي ب 47,000 جنيه. هندسه، انا طالب في كليه هندسه، تمام. فالسنه دي ب 47,000، السنه اللي فاتت كانت كام؟ كانت 45,000 جنيه. فبتزيد 5% على كل سنه. تمام تمام. فيعني الاسعار بتزيد عن السنه اللي قبلها حاجه بسيطه مش كتير يعني. تمام. وال5% دي برضو بتزيد لما تخش الكليه، بس لو جبت تقدير امتياز جي بي اي 3.7 فما فوق، يعني التقدير بتاعك بيخلي الزياده دي ما تزيدش عندك. تمام تمام. زائد المصاريف دي بندفع مصاريف تانية لما نيجي نقدم في الكلية، اللي هي المصاريف دي. أول حاجة عندك يا باشمهندس بيبقى سحب الملف. سحب الملف ده هي أسعار أو حاجات كده بيحطوها لك عشان إيه؟ مصاريف إدارية كده في بداية الدراسة بتدفعها. تمام تمام. سحب الملف بكام؟ 1500 جنيه، و2000 جنيه رسوم إدارية، و3000 جنيه تأمين. ال3000 دي بترد تاني، ترد لو أنت عايز تحول من الجامعة أو بعد ما خلصت دراسة خالص بتاخد ال3000 جنيه دي تاني. هما بيبقوا واخدينها كتأمين يعني عشان لو حاجة في المعامل باظت. تمام تمام. الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية في جامعة سيفينكس: شهادة الثانوية العامة، شهادة ميلاد، عدد 6 صور شخصية، نموذج 2 و6 جند للرجال الشباب يعني اللي هتقدم، البنات مش بتجيب ده، صورة البطاقة الشخصية للطالب والوالدين. تمام تمام. الجامعة بتقدم منح للطلبة، يعني مثلا لو 2 توأم أو 2 إخوات مقدمين في الجامعة مش ضروري في نفس الكلية، أو لو والدك ولي الأمر بتاعك والدك متوفي. تمام تمام. المصاريف بقى القسط الاول اللي انت هتدفعه في الجامعه، المصاريف الاداريه بالترم الاول كله هتدفع في كليه طب الفم والاسنان هتدفع 71,500 ترم اول. كليه صيدله كلينيكال هتدفع 55,500 ترم اول. القسط الاول في فارما مش كلينيكال هتدفع 49,500. العلاج الطبيعي هتدفع 45,500. تكنولوجيا العلوم الصحية هتدفع 31,500. تمريض هتدفع 32,500. هندسة هتدفع 32,500. كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي وبيطري الاتنين هتدفع 36,500. تمام تمام. دي بالرسوم الإدارية بال3000 بتاع التأمين بكل حاجة. تنسيقات الجامعة لعام 2024 2025 العام الماضي: تنسيق طب الفم والأسنان كان 77%. علوم صحية كان 53%. تمريض كان 53%. صيدلة 71%. هندسة 68%. حاسبات 60%. علاج طبيعي كان 75%. ودي كل الكليات. لو رحت قدمت انت مش لازم تقدم باللينك على النت، يعني ممكن تروح تقدم دايركت في الجامعة مباشرة يعني. ويعني في طلبة راحت قدمت قالوا قدمنا بتنسيق السنة اللي فاتت، لأن تنسيق السنة دي لسه منزلش ومشيت يعني عادي ما فيش مشكلة يعني. فانت لو عايز تقدم ممكن تروح تقدم من دلوقتي. ويلا اقول لكم هنروح الجامعة ازاي. اول حاجة بتنزل في محطة اسيوط الجديدة. تمام تمام. وبعد ما ننزل في المحطة بنركب سيرفيز كبير زي الاتوبيس بنروح موقف الازهر. بننزل في موقف الازهر، بنلاقي عربية تمناية صفرة صغيرة بنركبها لموقف أسيوط الجديدة. بنروح موقف أسيوط الجديدة، من هناك بنركب لجامعة سفنكس. وده شكل بوابات جامعة سفنكس، ودي جامعة سفنكس من جوه. بصراحة يعني حاجة في منتهى الجمال والروعة، ويعني حاجات بسم الله ما شاء الله حاجة أوروبية يعني. وهسيبكم